أيها الإخوة الأكارم، شهر رمضان شهر القرآن بامتياز. من غفل عن هذه الحكمة لم يفهم الدنيا أصلا. يعني راه ماشي فوضى، ما روش رايح إلى الوجهة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. في سورة البقرة في آيات الصيام الله سبحانه وتعالى قالها صراحة هكذا: قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. لأنني أنزلت القرآن فاحمدوا الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة الجليلة بالصيام. فإذا استغرقت في الصيام ونسيت نعمة القرآن غفلت عن الحكمة. وذكرت لكم أيها الإخوة قول ذلك الحكيم: أنا أشير له بأصبعي إلى القمر وهو ينظر إلى الأصبع تاعي. المسلم لا يغفل. نعم أيها الإخوة، مليح الإنسان يسأل عن الصيام تاعه، عما يجوز ما لا يجوز، عما يفطر ما لا يفطر، لكن ماشي هذا هو الحكمة. الحكمة أن تتدارس القرآن، أن تصل إلى درجة التقوى من هذا الصيام لتجعلك تتدبر كتاب الله وتفهم معانيه وتزداد قربا إلى الله. أيها الإخوة، كان النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان كان يدارس القرآن. السيدة عائشة رضي الله عنها كانت شاهدة وحاضرة في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، ورأت يوما السيدة فاطمة ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، رأتها وقد دخلت عليه فطلب منها النبي عليه الصلاة والسلام أن تدنو منه، فدنت منه فحدثها وسارها، أعطى لها سر، سارها في أذنها فبكت رضي الله عنها. ثم طلب منها أن تدنو فسارها بمسر فضحكت رضي الله عنها. بعد مدة أيها الإخوة السيدة عائشة لم تستطع أن تصبر. وشنو هذا السر اللي قالوا لك؟ ماذا قال لك النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالت لها فاطمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي إنه كان حدثني أن جبريل كان، أو عفوا فاطمة قالت لعائشة إنه كان حدثني النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل رمضان مرة، في كل رمضان يعرض معه القرآن، يدارس معه القرآن، وأنه عارضه في هذا العام مرتين. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ولا أراه إلا قد حضر أجلي. راني عارف بلي هذا المرض مرض موتي، راني عارف بلي رايح، لأنه مدارسة القرآن مرتين معنى ذلك أنه سيختتم الله عز وجل الرسالة وسينزل آخر آية على الأمة وسيحفظ هذا الكتاب لها، سيحفظ هذا الكتاب لهذه الأمة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وروى بعض الصحابة كما في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الحج وبعد خطبة الوداع وهو راجع إلى المدينة وقف في مكان بين مكة والمدينة، مكان يدعى خم، غدير خم. يقول الصحابة: فصعد النبي عليه الصلاة والسلام فوعظنا موعظة ذكرنا، ثم قال: أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. النبي كان عارف باللي هذا العام سيموت، هذا العام هو آخر عام بتاعه، يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. وإني تارك وأنا تارك فيكم ثقلين يعني زوج أمور ثقال ينبغي المحافظة عليهما. وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله
واستمسكوا به. خذوا بكتاب الله، يعني شوفوا ايش كاين في القرآن اعمل به، واستمسكوا لا تضيعوه، ما تضيعوش القرآن ولا اليوم، استمسكوا به. يقول الراوي: فحث على كتاب الله ورغب فيه. والثقل الثاني قال: وعترتي أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. 3 مرات وهو يوصي على آل بيته عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الأعزاء، ألا ترون أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بواسطة جبريل، فصار جبريل أفضل الملائكة، وأنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، فصار النبي من أفضل الأنبياء وخير خلق الله، وأنزل القرآن في ليلة القدر أو في شهر رمضان، فصار شهر رمضان أفضل الشهور، ونزل القرآن في ليلة القدر، فصارت ليلة القدر خير من 1000 شهر. فكيف لو نزل القرآن في قلوبنا؟ كيف لو نزل القرآن على قلوبنا؟